استلم هدية 10 جيجا تعويض مجاني بعد حريق سنترال رمسيس. لو رسالة التعويض ما ظهرتش، كود وخطوات استلام الإنترنت المجاني. اعرف الطريقة الآن. عزيزي المشاهد، بعد إذنك دوس لايك للفيديو وشارك الفيديو عشان المعلومة توصل للجميع. يا جماعة الخير، ده خبر مهم قوي لكل واحد فينا اتأثر بقطع الانترنت اللي حصل بسبب حريقة سنترال رمسيس الكبيرة. فاكرين لما الدنيا وقفت لا انترنت ارض شغال ولا حتى داتا الموبايل شغالة في مناطق زي وسط البلد والعباسية وغمرة؟ كان يوم اسود على ناس كتير شغلها ودراستها وكل حياتها معتمدة على النت. بس دلوقتي في خبر كويس، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دخل على الخط ودافع عن حقنا، وأصدر تعليمات لكل شركات المحمول الأربعة اللي في مصر، فودافون وأورنج واتصالات ووي، إنهم يدوا للعملاء اللي اتضرروا 10 جيجا إنترنت مجانا كتعويض. طيب ليه حقك تاخده حتى لو الرسالة ما جاتش؟ المفروض ان الشركات دي بتبعت رسائل للناس اللي اتأثرت عشان تقول لهم ان التعويض وصلهم، لكن لو الرسالة دي ما طرقعتش عندك ما تقلقش خالص، ده حقك ومحدش يقدر ينكره عليك. والطريقة سهلة. لو انت فودافون، لو ما جاتش رسالة كلم خدمة العملاء بتاعتهم سواء من موبايلك او من اي خط ارضي واطلب التعويض بتاعك. مجرد ما بتطلب المفروض ال10 جيجا هيوصلوك على طول. لو انت اورنج ولو الرسالة ما جاتش، استخدم تطبيق ماي اورنج او كلمهم مباشرة على ارقام خدمة العملاء. لازم تتأكد ان ال10 جيجا نزلوا لك، واذا لا اطلبها فورا. لو انت اتصالات مصر، المفروض التعويض ده يكون وصلك تلقائيا، بس لو حسيت ان الباقة ما زادتش خش على تطبيق ماي اتصالات واتأكد بنفسك، او كلم خدمة العملاء واستعلم عن الموضوع. اما بقى لو انت على شبكة وي المصرية للاتصالات، هم اعلنوا ان ال10 جيجا بيوصلوا تلقائي لكل اللي اتضرروا خصوصا في القاهرة. عشان تتأكد خش على تطبيق ماي وي او استخدم خاصية الدردشة المباشرة على موقعهم، ولو ما لقيتهاش كلم 111 وخد حقك. ليه بقى مهم انك تاخد حقك؟ الانترنت ده بقى عصب الحياة. تخيل انك بتشتغل من البيت او طالب بتدرس اونلاين او حتى بتحب تتفرج على افلام ومسلسلات وفجأة النت بيقطع، ده بيخرب اليوم وبيعمل خسارة. فمن حقك تاخد تعويض عن الفترة اللي خدمة الانترنت وقفت فيها. وطبعا ال10 جيجا دي كلام فارغ لو هنتكلم بأمانة. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل كده عشان يحمينا كعملاء ويخلي الشركات تتحمل مسؤوليتها، فما تكسلش وتأكد ان ال10 جيجا بايت دول وصلوا لك، لانهم مش منحة او كرم من الشركة، ده حقك الرسمي اللي تم الاعلان عنه. الخلاصة، ما تضيعش حقك. لو كنت من سكان المناطق اللي اتأثرت بحريقة سنترال رمسيس ومن اي شركة من ال4 شركات دول، اتخذ الخطوة دلوقتي وما تتأخرش. خش على تطبيق شركتك او كلم خدمة العملاء واطلب التعويض بتاعك، ده حقك الكامل اللي لازم تحصل عليه. بعد ما عرفت كل ده عن التعويض ال10 جيجا وازاي تستلمه، تفتكر الشركات دي بتعمل اللي عليها كفاية عشان تعوض العملاء عن اي اعطال او مشاكل في الخدمة، ولا لسه المفروض يكون في اجراء تعويض اكبر او اكثر فاعلية عشان المواطن يحس ان حقه بياخده تالت ومتلت؟